جماعة أنا بعترف لكم باعتراف ليلي أوكي، وما أدري الاعتراف هذا أنا بمسحه إذا صحيت من النوم ولا لا، بس أهم شي إني أقوله ويسمعوني لو شوي من الناس أوكي. أنا مرة زعلانة من اللي صار بالأيام اللي فاتت، مرة زعلانة من الصورة اللي أنا طلعت فيها واللي أنا عكسها تماما أوكي. في أشياء كثير أنا زعلانة منها من نفسي صراحة. أولا وقبل كل شيء أنا حقول أنا ليه سويت كذا تمام. أنا مرة كنت زعلانة لأنه أنا لما جيت أوضح بعد 3 سنوات أنا كنت ساكتة طول هذه المدة عشانهم أوكي، وما كنت أبرر مع أنه كانت صورتي هي اللي جالسة تتشوه، بس أنا مشيت كل هذا لأنه صدق كنت أعتبرهم عائلة. بس أنت لما تنجرح من ناس كنت تعتبرهم عائلتك فأنت تبدأ تتصرف بشكل لا واعي، فهمتوا؟ يعني أنا بالبارت 1 والبارت 2 أنا تكلمت بكل احترام ووضحت إنه أنا إلى الآن أعز وأقدر وأحترم الطرف الثاني حتى لو هالشي ما صار موجود بيني وبينها من زمان، بس أنا وضحت هذا الشيء عشان ما يكون في شماتة من الناس علينا. فجأة بعدها بساعة يوصل رد يكون في تلميح إنه أنا منافقة، نفاق وما نفاق ومدري إيش وكذا، قاموا يتكلموا بكلام أبدا مو حلو. فأنا هنا مرة زعلت، يا أخي ليش أنا دايما أحاول أبينكم فوق وتحاولون تبينوني تحت؟ فمرة زعلت أوكي. رجعت مرة ثانية اليوم اللي بعده رديت باحترام، بوف جاء طار الشرف. أنا هنا مرة زعلت، أنا هنا قررت إني أنا أجمع شخصيتي الطيبة هذه وأرميها بقرب ترش وأتقمص شخصية مو شخصيتي، شخصيتهم اللي عاملوني فيها. فيوم أنا تقمصت هذه الشخصية وبعدين خلاص خلصت الحين الهوشة أو قررت أنا أنهيها ورجعت شخصيتي الطيبة، أحس أنا مرة مصدومة من اللي سويته، فهمتوا؟ ما أدري، بس الكلام كان مرة يوجع. تعرفون المثل اللي يقول إنه المجروح من عائلته لا يشفى أبدا؟ قسما بالله أنا كنت معتبرتهم عائلة. فيوم بدأت التصرفات هذه تطلع أنا مرة كنت مجروحة أوكي. بس وبعدين أنا كل شيء كنت أسويه، كل ردة فعل كانت بناء على فعل هم سووه. يعني أنا في أشياء أنا أعتبرها الآن تنمر، بس هي صارت بناء على شيء هم سووه. يعني يوم هم لبسوا شخصية أنا بدأت ألبس شخصيات، يوم هم قالوا إنه إحنا أكلناها وشربناها ولبسناها ونيمناها وخليناها نتنفس من الهواء اللي إحنا نتنفسه، أنا هنا نزلت البوست حق أمس اللي أنا أبدا مو راضية عنه حق الآيفونات. ما أدري صراحة أنتوا تشوفوا ولا لا، بس للحين الدق بالكلام مستمر، والدق اللي يجي بالكلام مرة مو سهل. يعني جالسين يلمحوا الأشياء أبدا مو هينة وبسيطة، وإذا ما ردوا هنا بالبرنامج الأسود لأنه ما لهم وجه فهم جالسين يردون حرفيا بكل مكان وبكل برنامج ثاني. وأنا يوصلني الكلام وتوصلني الدقدقة وتوصلني الستوريات ويوصلني اللي ينكتب ويوصلني المقاطع اللي تنزل، فأنا أزعل وأنزل بدل البوست 100 بوست. بس أنا مو كذا بالله. إيش في أقوى من إنهم ينشرون يوميا لسايكو؟ هذا مرة يضحك ترى. جالسة تقول إني أنا أبيع أنا يا أخي أنا غلط يوم إني أخذتها معاي، لا هذول عصابة والله. وفي أشياء كثير كانت فعل رد فعل، بس برضو رد فعلي ما كان لازم يكون كذا، لأنه كان لازم أتعامل بأسلوبي، كان لازم أتعامل بشخصيتي بأخلاقي بتربيتي، ما كان لازم أنزل بهذا الشكل، فهمتوا؟ فأنا مرة زعلانة لأنه أنا مو كذا، زعلانة من نفسي قبل ما أي أحد يزعل مني. عموما أنا مرة آسفة لنفسي على هالشخصية اللي تقمصتها، وأنا أوعدكم وأوعد نفسي إني أنا ما عاد تشوفوني بهالشكل أبدا، لأن أنا مو كذا. أنا